يا سلام عليكم ورحمة الله شباب، صوتكم ما تم الصح والعافية. واليوم رجعنا لكم بالتيشيرت اللي لعوز العيون مرة ثانية. وعندنا اليوم أقوى 100 شخصية في عالم الأنمي. طبعا أنت يوم من الأيام ما جيت وسألت نفسك وقلت يا أخي في مئات الأنميات إذا ما كانوا بالآلاف، وفي عشرات الآلاف من الشخصيات، فمين هم أقوى 10 أو أقوى 50 أو أقوى 100؟ إذا أنت كنت من نوع الناس اللي سأل نفس السؤال هذا من قبل، فالفيديو هذا راح يحلل لك إجابة السؤال هذا. ما أدري صراحة إذا الترتيب راح يرضينا ولا لا، لأن الترتيب اللي قدامي هو من تصويت الجمهور، وأنا أقول تصويت الجمهور مو بأنتوا يا جماعة، جمهور الأجنبي. وأنا عارف أن الترتيب العربي والترتيب الأجنبي 180 درجة غير، والترتيب الياباني عاد هذا في عالم ثاني، خلونا ما نتكلم عنه. المهم عشان ما اطول عليكم اكثر، الترتيب هو 100 شخصية، فلذلك راح امشي فيهم بشكل سريع عشان المقطع ما يكون نص ساعة. حلو، طبعا خلونا نبدأ بمركز 100. بالمركز 100 عندنا سون جوتن من انمي دراغون بول. اوكي، على طول بدينا من التحت في انمي من انميات دراغون بول. مركز 99 عندنا مايستوغان، اتوقع هذا من انمي فريتل اذا ما خاب ظني. وبالمركز 98 عندنا ماكاروف دري. الصراحه يا جماعه اعذروني اذا ما اقدر اقول اسامي صح، لان يعني الانميات اللي ما تابعتها بتكون نوعا ما صعب علي ان اقول اسمها. الزبده هذا من انمي فريتل. ونروح ترتيب 97. ترتيب 97 عندنا إتشيمارو جين. اوكي، صراحه انا عن نفسي اشوف إتشيمارو جين يستاهل مركز اقوى، لأن 97 حرام يعني. وبالمركز 96 عندنا شخصية زينو، واللي هو من انمي دراغون بول، بس ما اعرف ليش مش حاطين صورته. الزبدة نروح المركز 95. مركز 95 والله ما اعرف اسمه يا جماعة والله ما اعرف كيف اقول اسمه. نروح المركز اللي بعده 94. عندنا الاول او القول ذو العين الواحدة اللي اسمها ايتو. طبعا بس متابعين طوكيغول راح يعرفون قوتها، وعن نفسي صراحة يعني أشوفها قوية، بس إنه في شخصيات صراحة تستاهل الترتيب هذا أفضل. نروح مركز 93. عندنا جول دي روجر. أنا صراحة ما راح أفتي وما راح أتفلسف بمقدار قوتها، لأني أنا صراحة ما أعرف ولا 1% من قوتها. يعني حتى ما أعرف هل كان عنده فاكهة شيطانية ولا ما كان، ما أعرف عنه أي شيء حرفيا. ولكن اللي أعرف عنه أشياء جميلة، واللي هو ميهوك. وميهوك الصراحة لا حد يسين في قوته يا جماعة. وبالمركز 91 عندنا اند من فيري تيل. هذا اسمه اند ولا اسمه ناتسو؟ الزبدة الشخصية اللي بعده مركز 90 عندنا الشيبة. اوه يا اخي الشيبة هذا صراحة انا يعجبني الصراحة. الشيبة هذا من انمي بليتش كلام كبير. لا الصراحة هذا جلاد، هذا بالفعل جلاد. ونروح المركز 89 وعندنا ميدوريا. لحظة ميدوريا أقوى من الشيبة وناتسو وميهوك وجولدن روجر. اوكي انا ما راح صراحة ادقق كثير، فنروح المركز اللي بعده مركز 88. عندنا كيسامي. واو صراحة كل بيقولها واو. الصراحة كيسامي هو اخر شخص اتوقعت انه بيكون موجود في الترتيب هذا. ونروح المركز اللي بعده واللي هو ويس من انمي دراغون بول زد. كالعادة ما راح افتي في قوته، فلذلك نروح نكمل 86 مونكي دي دراغون. اوكي 85 لا عاد زودتوها يا جماعة. الحين هذه اقوى من مونكي دي دراغون يا جماعة، شو السالفة؟ للحين احنا في مركز 85 والى الان في كم شخصية من ون بيس؟ 3 ولا 4؟ حرام الصراحة، حرام شخصيات ون بيس تكون في هالمراكز. مركز 84 عندنا جريمدو من انمي بليتش. الشخصية هذه خرافية برضو. 83 مين هذه؟ اوه يا جماعة اتذكرتها، هذه من انمي الافاتار. هذا اللي ما تشوف الاعمى. من زمان ما شفت الانمي هذا، بس حسب ما اتذكر انه مستحيل تكون اقوى من الشخصيات هذه كلها. اوكي يا جماعة الترتيب بدأ صراحة يكون مضروب، فخليني نكمل. 82 عندنا هيد من دراغون بول برضو. 81 بان. اوكي بان صراحة بنعذره لانه شخص خالد ما يموت. 81 جميل. 83 ميكاسا.
لا ويت. يعني الحين تقنعوني ان لو ميكاسا وبان ضربوا 1v1 واحد ضد واحد ميكاسا بتفوز؟ يا للهول. انا احس الترتيب هذا ترتيب افضل شخصيات بالنسبه لهم مش اقوى شخصيات. اوكي نروح مركز 79 عندنا اند من انمي افاتار واللي هو البطل الشخصيه. انا حاسس يا جماعه هم حاطين يعني افضل الشخصيات مش اقوى الشخصيات، برضو مكانه غير منطقي ابدا. بس نكمل. 78 لولوت. طبعا حقين كود جياس عشان ما تقولون انتوا ظلمتوا كود جياس، هذا هو موجود في الترتيب. بس واو 78 لهذه الدرجه لولوت جلاد. نروح مركز 77 عندنا شخصيات كيلر بي. صراحه الخال هذا جلاد الجلادين. ونروح مركز 76 وعندنا روي ماستانج. وات هيل. اوكي روي قوي بالانمي ماله مش اقوى منه كيلر بي. انا صراحه ما راح ابدا في المقارنه ولا اي شيء، بس مستحيل قوتهم تكون قريبه من بعض. مركز ال 75 عندنا جينوس من ون بانش. يا جماعه هذا مستحيل يكون ترتيب اقوى الشخصيات، مستحيل. نكمل. 74 جراي فيري تيل. 73 الاب من فول ميتال. هذا اللي سهل صراحه يكون بالترتيب هذا، لانه صراحه يعني الاب هذا انا لما شفت قوته شيء غير طبيعي. مركز ال 72 عندنا بلاك جوكو. حلو. 71 تشامبا. 70 نيج. انقذوني. 69 ميليوداس. 68 وراها راكيسكي. اوكي وراها راكيسكي صراحه يستاهل يكون في المركز هذا. 67 اول مايت. واو صراحه انا توقعت اول مايت بيكون ترتيب 30 ولا 35، بس يعني اللي تابعوا الانمي راح يعرفون ليش هو في المركز هذا. صراحه مركزه معقول نوعا ما. ترتيب 66 اوجا. شو يسوي؟ واو شو يسوي؟ لو جيت بالمنطقة الصراحة الجنجتسو مالت شو يسوي ممكن تجلد كل الشخصيات هذه اللي تحت، ف يعني نوعا ما معقول. 65 فيجيتو. قصدهم فيجيتا ولا كيف؟ صراحة ما عندي خبرة كبيرة في دراغون بول، بس انه اوكي. 64 اوه يا بياكو يا. انا صراحه للحين قاعد اتابع بليتش، وللوقت الحالي الاحداث انا واصله الشخص هذا ما يرحم. ترتيب 63 يوسكي يوريماشو من انمي يو هاكوشو. حلو. 62 جلال من انمي فيريتيل. ويت هذا ما شفناه قبل شوي. اوكي شكلي شبهت عليه. 71 انوياشا من انمي انوياشا. 60 كروسنسي. ماي جاد من انمي فصل الاغتيال. 59 سيل من دراغون بول. حلو. 58 اس. انا صراحه يا جماعه فقدت الامل لان الترتيب هذا قاعد يحطم. بالله شو رايكم يا جماعه؟ بالله عليكم شو رايكم؟ 57 تسونادي. هذه ممكن احطها انا رقم 775. هي قوية كهيل يعني كشفاء، بس مش كفايت. هي قوية بس مستحيل تكون أقوى من الشخصيات هذه كلهم. صح انها ضاربت مع اوتشا ما درى، بس انها برضو. 56 اللحية البيضاء. اوكي والله وين دقيقة 55 ليفاي. لا يا جماعة ارجوكم افصلوا الشخصيات اللي انتم تحبوها عن ترتيب اقوى شخصيات. طبعا هذا الكلام موجه للاجانب يعني، لان الترتيب هذا وات بمركز ال 54 توبيراما. انا صراحه يعني فقدت المنطق. 53 روتشمارو. لا انا صراحه لا خلاص فقدت الامل في الفيديو هذا كله. مركز ال 52 جيران. اوكي من دراغون بول. 51 بيكولو. 50 ياغاميلايت اصلا يعني مش شخصيه قتاليه عشان تحطونه في المركز هذا. 49 ايرن. اوه ماي جاد. 84 ناغاتو. حلو. وبمركز 47 عندنا رين اوكيومورا، ما ادري اذا قلت اسمه صح بس عموما من انمي المارد الازرق. 46 هاغورومو. بدر عليكم
بدر عليكم تحطونها قرومه. 45 ساندي. مركز 44 مليوداس مرة ثانية. كيف؟ نكمل. 43 جون حلو. 42 مايت جاي. 41 زورو. اوكي. 40 39 كيلو. 38 فادوس من دراغون بول. 37 ادوارد الريك من انمي فول ميتل. اوكي انا ما راح اتكلم صراحة، ما راح اقول هل يستاهل ولا لا. 36 زرف حلو. 35 بين. اوكي وراه على طول 34 اوبيتو. الصراحه هنا ممكن يعني يكون في نقاش، يعني مين اقوى اوبيتو ولا بين، ممكن يكون في نقاش، ف نمشيها لهم. 33 جارا. وات از جارا اقوى من بين. 32 الوكارد من انمي هيلسينج. 31 كانيكي. 30 جيرايا. 29 شانكس. 28 كاغويا. 27 فريزا. 26 جوجيتا من دراغون بول برضو. 25 زاراكي. اوكي انترستينج. 24 ترانكس. ومركز 23 فيجيتو، كنا شفناه من قبل بس مو مشكلة. 22 ايزن بس ما اعرف ليش مش حاطين صورته. 21 جوتين. جوتين ايش الشخصيات هذه يا جماعه؟ اول مره انا اشوفها، ليكونوا اندماج بين شخصيتين. عموما مركز 20 جليدارت من انمي فيريتيل. 19 ميناتو. اوكي يعني شيء جميل الصراحه اشوف ميناتو، بس ما ادري الصراحه، صعب ان اقارنه بين الشخصيات هذول كلهم. 18 هاشيراما. اوكي بدينا نشوف شخصية ناروتو يا جماعة. حلو حلو. 17 ماجون بو، برضو بدينا نشوف شخصيات دراغون بول كثيرة في المراكز المتقدمة هذه. 16 ايرزا من فيريتيل. اوكي والله حقين فيريتيل ما زالوا صادين. 15 برولي. طبعا المعلومية انا شفت فيلم دراغون بول اللي نزل في السينما اللي يتكلم عن برولي والشلة، وصراحة يعني كان جميل. رقم 14 هاتاكي كاكاشي. الحب كاكاشي، صح انك انت من افضل الشخصيات اذا ما كنت افضلهم، ولكن انا اسف يا صديقي. 14 ترتيب جدا قوي بالنسبه لك. ترتيب 13 اوتشيها ساسكي. اوكي لحظه لو ساسكي في 13 اجل وين ناروتو؟ يعني ناروتو ساسكي يعني متوازنين في القوه. نكمل. 12 ناتسو. وات از ذا قبل شو نكمل. 11 اوتشيها مادرا. حلو. 10 لوفي. اوكي ما راح اناقش اذا لوفي اقوى من مادرا. 9 ايتاتشي. لا حول، يعني معقوله الى يومك هذا في ناس يعتقدون ان ايتاتشي اقوى من مادرا، مع اني سويت فيديو كامل عن الموضوع هذا بس اوكي. رقم 8 ايتشيغو من بليتش. حلو. 7 جوهان من دراغون بول زد. حلو. 6 ويس من دراغون بول مرة ثانية. ويس يعني انتوا قاعدين تكرروا الشخصيات ولا كيف؟ 7 بيلز. مين هذا بيلز؟ قصدهم بيروس يا جماعة. حلو. رقم 4 فيجيتا. وو يعني من المركز السابع لين الرابع كلهم شخصيات دراغون بول. صراحة انا ما راح استبعد انه حتى لو الترتيب الاول كان جوكو ولا اي حد، لان صراحة شخصيات دراغون بول من اقوى الشخصيات. رقم 3 سايتاما. حلو. مركز الثاني ناروتو. طبعا انا هنا اعارض بشكل جدا قوي ان ناروتو يكون المركز الثاني وساسكي ما يكون معاه، لان ناروتو وساسكي هم الاثنين في نفس القوه بالضبط، وشفنا الشيء هذا يعني في ضرباتهم الاخيره، فما يحتاج اني اوضح الشيء هذا اكثر. اوكي المركز الاول مين بقى؟ ما بقى الا جوكو. ايوه جوكو بالضبط. جوكو يتربع في عرش اقوى شخصيه في عالم الانمي، يعني صراحه. وبس عشان نهاية الفيديو، اتمنى تعجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، واكتبوا لنا يا جماعه ايش هم اقوى 5 أو 10 شخصيات من عالم الانمي بالنسبه لك. وين رايكم في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم.